السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير وبكل سعادة. كل سنة وانتم طيبين. صيام 9 أيام ذو الحجة، كل عام وأنتم بخير، وينعاد عليكم الأيام بالخير والسعادة يا رب. وربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. طيب، في نظام لصيام ال9 أيام؟ أيوة فيه، ونظام قوي جدا جدا جدا. طبعا مش يعني فضل صيام ال9 أيام دول، فضلهم يعني لا يعد ولا يحصى. فطبعا إن شاء الله كلنا كده ننوي صيام ال9 أيام دول، وربنا يا رب يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. ومن ناحية تانية، في ال9 أيام دول مع الصيام نقدر نظبط جسمنا ونخش العيد بكل رشاقة كده، ونقدر نلبس اللي كان نفسنا فيه واللي كنا بنتمناه. فعندنا 9 أيام صيام، مع هنعمل فيهم دايت، وهيكونوا إن شاء الله بإذن الله اللي هيلتزم معانا بيهم بالحرف. طبعا أنا لما بقول النظام هينزلك 6 كيلو أو 7 كيلو في ال9 أيام دول، أنا بتكلم للناس اللي هتلتزم بالحرف. هنمشي سطر وسطر ويوم ويوم لا، النتيجة هتقل. مش هنظبط شرب المية، النتيجة هتقل. مش هنعمل رياضة، النتيجة هتقل. هنظبط شربنا، هنظبط نومنا، هنظبط حركتنا، هنعمل رياضة. هنمشي بالنظام بالحرف، ان شاء الله بإذن الله هتخسي 6 كيلو في ال9 أيام دول. تعالوا بينا نشوف النظام ازاي، ونشوف اللي هينزل طبعا ورقه ان شاء الله هينزل على الجروب وهينزل على القناة. تعالوا بينا نشوف النظام هيكون ازاي بالظبط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف النظام بتاعنا هيكون ازاي. ان شاء الله بإذن الله اليوم الأول بعد أذان المغرب هناخد 3 تمرات زائد كوب لبن خالي الدسم زائد شوربة خضار بدون دهون. طبعا نبدأ نصلي المغرب الأول، وبعد كده نخش على وجبة الفطار. أول يوم هيكون عندنا وجبة مفتوحة، هتكون مكونة من نشويات وبروتين وخضار، يمكن تناول كوب برتقان فريش بدون سكر. طبعا الوجبة ناكل منها حتى الشبع، وبعد كده نتوقف عن الأكل. السناكس بعد الإفطار هيكون بولة آيس كريم أو قطعة حلويات بحجم علبة الكبريت، ناخد بالنا من الكميات، أو 10 حبات مكسرات أو 2 مكعب شوكولاتة، وطبعا يفضل شوكولاتة الدارك. السحور بتاعنا إن شاء الله هيكون السحور بتاعنا إن شاء الله هيكون ربع رغيف بلدي. وطبعا ده هناخد السحور أول يوم، اللي هو يعتبر سحور أول يوم، هناخد ربع رغيف بلدي زائد 2 قطعة جبنة قريش، وهناخد معاه طبق سلطة زائد ثمرة فاكهة، او ربع رغيف مع 6 معالق فول زائد معلقة زيت زيتون وثمرة فاكهة مع كوب زبادي. ده بالنسبة لأول يوم. تعالوا بينا لتاني يوم بقى، هنبدأ الرجيم بتاعنا بعد أذان المغرب 3 تمرات زائد كوب لبن زائد شوربة خضار بدون دهون. الفطار بتاعنا هيكون في تنوع في البروتين، نختار منه اللي احنا عايزينه، ولكن ناخد بالنا ما عندناش نشويات. هناخد نص فرخة مشوية أو مسلوقة، أو 2 سمكة مشوية، أو يعني حاجات مشوية كلها بدون دهون. أي بروتين مشوي عندك في البيت، وممكن 2 بيض، وممكن علبة تونة مصفاة، براحتك بقى حسب المسموح المتاح عندك في البيت. وهناخد معاه طبق خضار معمول بطريقة صحية، كل الخضار معانا ما عدا القلقاس والبسلة. ونعمل طبق سلطة كبير، وما ننساش السلطة بتحرق 30% من الوجبة بتاعتنا. طيب، بعد الفطار بساعتين هناخد ثمرة فاكهة ونص كوباية لبن. السحور بتاعنا هيكون 1 شريحة توست وجبنة قريش، أو 1 شريحة توست و5 معالق فول بمعلقة زيت زيتون، أو شريحة توست و2 بيض مسلوق زائد سلطة زائد ثمرة فاكهة. ده بالنسبة لليوم التاني. هنيجي لليوم التالت بعد أذان المغرب هيكون عندنا هناخد برضو 3 تمرات. طبعا ال3 تمرات وكوباية اللبن وشوربة الخضار هيكونوا موحدين معانا في الأيام بتاع الصيام كلها، ما بناخدش عسل، بناخد 3 تمرات. الفطار بتاعنا برضو عندنا اختيارات بروتين اهيت، وهناخد معاها طبق خضار وطبق سلطة، ولكن ما عندناش برضو نشويات في الفطار.
السناكس بين الفطار والسحور هناخد قطعه حلويات صغيره في حجم علبه الكبريت او ايس كريم، ويفضل طبعا ناخد ثمره فاكهه عشان نلاقي نتيجه احسن. السحور معانا برضو اختيارات في البروتين: جبنه قريش، 5 معالق فول، 2 بيضه مسلوقه، زائد علبه زبادي وسلطه. وبرضو ما عندناش نشويات في السحور، وناخد بالنا الايام اللي ما فيهاش نشويات ما ناخدش. اليوم الرابع برضو كذلك كالمعتاد: المغرب 3 تمرات، نص كوبايه لبن، شوربه خضار بدون دهون. الفطار هيكون بروتين مسلوق او مشوي بدون دهون، وطبق سلطه وطبق خضار. ما عندناش برضو نشويات. السناكس بين الفطار والسحور: ثمره فاكهه ونص كوب لبن. السناكس بعد الفطار بساعتين: السحور بتاعنا عندنا 1 شريحه توست بني وجبنه قريش، او 5 معالق فول، او 2 بيض مسلوق، زائد سلطه، زائد ثمره فاكهه. لينا 1 شريحه توست بني ونقدر نبدلها بربع رغيف بلدي. اليوم الخامس بعد المغرب عندنا كوب عصير فريش بدون سكر، ممكن نحليه بسكر دايت. الفطار عندنا اي بروتين مسلوق او مشوي. وعندنا نشويات في اليوم ده: هناخد 6 معالق رز او مكرونه او بدون دهون. لو هناخد من بتاعه البيت هناخد 3 معالق فقط، او نص رغيف بلدي، او رغيف سن، او 2 توست بني. بعد الفطار بساعتين هناخد ثمره فاكهه ونص كوبايه لبن. الخضار عندنا طبق خضار بدون دهون وطبق سلطه. ونقدر لو عايزين ناخد خضار من بتاع البيت اللي هو بدهون هناخد منه 4 معالق فقط. السحور عندنا رغيف سن و5 معالق فول بمعلقه زيت وسلطه، او رغيف سن وجبنه قريش او 4 معالق شوفان وكوبايه لبن، او 3 ثمرات فاكهه وزبادي. الاختيارات دي نختار ما بينهم. بينا على اليوم السادس بعد اذان المغرب طبعا 3 تمرات ونص كوبايه لبن. الفطار بتاعنا عندنا اختيارات: بروتين مشوي او مسلوق بدون دهون. وبرضو عندنا نشويات في الفطار نقدر ناخد المسموح منها، وناخد بالنا من الكميات جدا جدا. السحور ما عندناش فيه نشويات، عندنا اختيارات اهي نقدر ناخد منها ونضيف مع الاختيارات مع البروتين بتاعنا والسلطه علبه زبادي. السناكس بين الفطار والسحور: ثمره فاكهه وعلبه زبادي. اليوم السابع برضو كذلك كوب عصير فريش اذان المغرب. الفطار بتاعنا نص فرخه مشويه او 2 سمكه مشويه. يعني عندنا اختيارات بروتين اهي، احنا الورق طبعا ظاهر في الفيديو نقدر نقراه كويس ونشوفه. نختار اختيار واحد منهم، والنشويات نقدر برضو نختار اختيار واحد منهم، وناخد طبق سلطه وطبق خضار. السناكس بين الفطار والسحور: قطعه حلويات صغيره، او 10 حبات مكسرات، او ايس كريم. السحور: 1 توست بني وجبنه قريش، او 1 توست و5 معالق فول بمعلقه زيت زيتون، او شريحه توست و2 بيض مسلوق، زائد سلطه، زائد ثمره فاكهه. نختار اختيار واحد فقط. وجينا لليوم الثامن برضو المغرب 3 تمرات وكوبايه لبن وشوربه خضار. الفطار عندنا اختيارات: بروتين مع طبق سلطه وطبق خضار بدون دهون، وما عندناش نشويات في الفطار. بعد الفطار بساعتين هناخد ثمرة فاكهة ونص كوباية لبن. السحور بتاعنا عندنا 1 شريحة توست مع جبنة قريش، او مع 5 معالق فول، او 2 بيض مسلوق، زائد سلطة، زائد ثمرة فاكهة. هناخد اختيار منهم. اليوم التاسع: كل سنة وانتم طيبين. عندنا وجبة فري كل سنة وانتم طيبين، طبعا هناخد منها حتى الشبع. والعشاء بقى طبعا هيكون علبة زبادي فقط. وكل سنة وانتم طيبين، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. المهم جدا جدا للوصول لأفضل نتيجة نشرب من 2 ل 3 لتر مياه ما بين الفطار والسحور. مهم جدا نعمل رياضة. الساعة الذهبية اللي هي قبل الفطار بساعة، تقدري تقومي تمشي الساعة اللي هي قبل الفطار دي وشوفي أحلى نتيجة، لأن الجسم بيكون خلص الطاقة بتاعته من الصيام، فبياخد الطاقة بتاعته من الدهون المخزنة في الجسم مباشرة. فعايزة تستغلي الساعة الذهبية في التسع أيام دول، امشي ساعة أو اعملي أي رياضة. بس لو كان عندك سكر أو بترضعي بلاش ده اللي ما بيرضعوش، واللي ما عندهمش سكر، واللي ما عندهمش أي مرض. ربنا يعافينا ويعافيكم جميعا يا رب.
طيب. طب واللي مش هتقدر تعمل قبل الفطار بساعة، بعد الفطار بساعتين نعمل الرياضة اللي احنا حابينها عشان نلاقي نتيجة كويسة. على فكرة النظام سهل ومش قاسي، وفي بعض الأيام كتير جدا في السناكس حلويات ما فيهوش حرمان. مش قاسي لدرجة ان احنا ما نلتزمش بيه، بالعكس النظام حلو جدا جدا. ولو التزمتي بالحرف والرياضة وشرب المية ان شاء الله بإذن الله هتطلعي من التسع أيام دول. اهم حاجه طبعا ان ربنا غفر لنا ذنوبنا كلها، دي اهم حاجه طبعا، وربنا يتقبلهم مننا يا رب، ويجعلنا العام القادم ان شاء الله نكون كلنا على جبل عرفات ونحج بيت الله يا رب، يا رب يرزقنا واياكم يا رب. وطبعا نطلع ان شاء الله خاسين من 6 كيلو وما كانش اكتر كمان. بالتوفيق ان شاء الله. لو عجبك الفيديو اعملي لنا لايك واعملي لنا اشتراك للقناه. كان معكم ادمن هبه الله من جروب لو نفسك تخسي للبنات فقط، وقناتكم على اليوتيوب هتخسي مع هبه.